مساء السعادة عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا وصفة لتفتيح وتنعيم البشرة، وصفة ممتازة هتحسي بالفرق مع اول استخدام. وصفتنا سهلة جدا، المكون بتاعنا طبيعي متوفر عندنا وبنستخدمه كل يوم. النهاردة هنستخدم الطماطم لوصفتين للبشرة. طبعا ما شاء الله الطماطم مفيدة وفيها فيتامينات كتيرة جدا جدا. اول حاجة هنعمل سكراب للبشرة. المكونات بتاعتنا طماطم انا غسلتها كويس، معلقة من السكر. اول حاجة هنعمل سكراب للبشرة عشان نستخدم الماسك. هبشر الطماطم وهقسمها لجزئين، جزء للماسك وجزء للسكراب. اهم حاجة بنكون غاسلين البشرة كويس بالغسول اللي احنا بنستخدمه. بشرناها بالشكل ده. هاخد كده منها معلقتين وهنزل كده بمعلقتين من السكر وهنقلبهم كويس. طبعا الطماطم مفيدة جدا جدا للبشرة، بتنظف البشرة وبتعالج المسام الواسعة، بتقاوم التجاعيد، لبشرة صافية ولامعة، لعلاج البثور الناتجة عن الحساسية، ازالة التجاعيد والتصبغات. هنبتدي نوزع السكراب بالشكل ده على البشرة. هنبتدي نعمل كده بحركات دائرية لمدة دقيقتين، بس مش بنعمل جامد عشان ما نأذيش البشرة. بحركات دائرية بالشكل ده. اذكروا الله صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا بعمل الوصفة كل اسبوع مع الاستخدام المستمر هتدينا نتيجة ممتازة. خلاص كده انا غسلت ايدي بالشكل ده ما شاء الله، ناعمة جدا. هنبتدي نعمل الماسك. معايا معلقتين من الطماطم. طبعا المكون التاني النشا ما شاء الله جميلة جدا جدا، بتفتح البشرة بطريقة رهيبة وبتشد البشرة. هنزل كده بمعلقتين من النشا. لو البشرة مش حساسة بنستخدم الليمون. طبعا انا بشرتي حساسة فمش هستخدم الليمون. بنقلبه بالشكل ده لغاية ما يبقى كريمي معانا. طبعا احنا بنغسل البشرة بمية دافية مش سخنة جامد. حبايبي متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. كده الماسك جاهز معانا. هنبتدي نوزعه على البشرة. وصفتين سهلين جدا والمكونات بتاعتهم متوفرة عندنا، مش مكلفة. والطماطم زي ما قلت لكم ما شاء الله مفيدة جدا 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 للبشرة. هنوزع الماسك وبسيبه نص ساعة او تلت ساعة على البشرة. وزعناه بالشكل ده. هسيبه من نص ساعة لتلت ساعة وبعد كده بنغسله بالمية. اتمنى بعد ما غسلنا الماسك ما شاء الله البشرة جميلة جدا ناعمة وتفتيح رهيب رهيب بحبة طماطم واحدة. النهاردة عملنا احلى وصفتين للبشرة. اتمنى الفيديو يعجبكم حبايب، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.